السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا، جدًا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا، جدًا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. طبعًا اليومين دول مدارس وضغوط، يا دوبك بُصّوا باصوّر معاكم الفيديو كده جري، جري. ربنا يقوينا كل أم أكيد عارفة إيه ضغطة المدارس وضغطة الدروس. المهم، بُصّوا بقى مش أنا كنت قايلة لكم الفيديو اللي فات اللي هتتعملوها مرّة هتزهقوا طلبات منها، أنا عملت لكم الكرشة والفشة مع بعض، وعملت لكم الفشة لوحدها، يعني كده إن إحنا عملنا الكرشة والفشة مع بعض والفشة لوحدها، مش هنعمل الكرشة لوحدها، يالّا بينا. جِبت هنا عندي كيلو كرشة بعد ما نضّفته ونقعته في ليمون وملح مرّة و2 و3 وضبّطته كده ولّعت عليه يتسلق في شوية ملح وليمونة زي ما أنتم شايفين، وهاسيبه بقى وشوية بهارات كده إيه، يعني مثلًا إيه، كمون ماشي، كزبرة ماشي، بهارات كده إيه تضيّع كده الريحة معانا وتخلّيها بافتة بيضا، أهوّة ولّعت عليها تتسلق، وهنا جِبت بصلاية وحمّرتها ونزلت عليها بحوالي مثلًا هنقول نُص كيلو من الطماطم مضروب في الكبة، وزوّدتها شوية مَيّة وهاسيبها تتسبِّك، وفي نفس الوقت هاسيب الكرشة تغلي معايا في المَيّة ديّة لحد كده ما أحس إن هي خلاص كده بقت حاجة تانية، وحطيت بقى كمان مكعب ماجي، وهاحط شوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون محوّج بس، مش هاحط أي بهارات تانية، تمام؟ تمام، أهو. أنا قُلت لكم بقى إيه في الفيديوهين اللي فاتوا لو عملتيها مرّة مش هيبطّلوا يطلبوها منِّك، وفعلًا ده اللي أنا اتحطيت فيه، عملتها مرّة مش مبطّلين، كل يوم عايزين يا كرشة يا فِشة، يا إمّا كمّونية الاتنين مع بعض، طَب أنا زهقت يا جماعة. المهم هنا التسبيكة بتاعتي كانت اتسبّكت وال والكرشة تتسلق يعني نُص سليق معايا أهوّة، وبعد كده هافضّي الكرشة دلوقتي واصفّيها واغسلها غسلة نضيفة واردّها بقى في الصلصة. طبعًا الطريقتين اللي هُم بتوع الكرشة والفشة اللي فاتوا ما كانوش كده خالص، خُشّي شوفيهم معمولين بطريقتين تانيين خالص. المهم كنت عايزة أرحّب بإخواتي اللي نوّروني جديد في القناة، وجودكم على راسي من فوق، شرّفتوني ونوّرتوني ومليتوا كده القناة بهجة كده وطاقة بتعليقاتكم الحلوة، تمام؟ لو أنتِ لسه وصلتِ معايا لحد هنا من الفيديو، انزلي اشتركي بالزر الأحمر اللي تحت الفيديو، واعملي لي لايك وسيبي لي كومنت حلو عشان أخش أرحّب بيكِ، ربنا يا رب كده يخلّيكم ويديمكم نعمة في حياتي والعيلة بتاعتنا تكبر أكتر وأكتر. هنا بقى كده الصلصة كانت وصلت للقوام اللي أنا عايزاه، فهابتدي إن أنا أطفّي عليها لحد ما أقطّع الكرشة، لإن أنا باسلق الكرشة زي ما هي. بعد بقى ما قطّعت الكرشة والصلصة وصلت للقوام اللي أنا عايزاه أهو، هافضّي الكرشة بتاعتي على الصلصة. تمام، الطريقة التانية اللي أنا عاملاها في القناة قبل كده مش بالطريقة دي يا جماعة خالص، تمام، هاحط بقى الكرشة بتاعتي أهو زي ما أنتم شايفين وهادّيها تقليبة، وصدقيني اللي هياكل الكرشة من إيدِك بالطريقة دي حتى لو ما بياكلهاش هيعشقها، لإن أنتِ كده خلاص بُصّي اتخلّصتِ بقى من أي دهون في الكرشة، أي روايح كريهة، أي حاجة من ديّة أنتِ اتخلّصتِ منها في السلقة اللي أنتِ سلقتيها بالملح والليمون، تمام، ابتدي بقى ادّيها تقليبة كده في الصلصة وافضلي إيدِك فيها شوية لحد ما آآ تحسّي كده إن هي دخلت في الصلصة والصلصة دخلت فيها زي ما أنتم شايفين كده، فاهمينّي؟ تحسّوهم امتزجوا مع بعض، وطبعًا أنا ما كناش هناكل دلوقتي فأنا سِبتها صلصتها تقيلة كده، ولمّا نيجي ناكل هازوّدها شوية شوربة أو مَيّة لو عندِك، شوربة لو عندِك، مَيّة ماشي مش هتقول لأ، وهنا عملنا رُز بشعرية وبُصّوا بقى شايفين الكرشة بتاعتنا حلوة إزاي؟ أهو، هابتدي بقى أغرفها وأغرف الرز بتاعي كمان أهوّة شايفين الجمال والحلاوة، هي جنبها يا رز بشعرية يا رز مدسوس، إنّما بصراحة الرز بالكركم ما بينفعش جنب اللي هي الحاجات اللي هي زي الكرشة والفشة والحاجات دي، أنا جرّبته قبل كده جنب كمونية بصراحة ما كانش حلو ما عجبنيش، ولازم الأكلة تكمل بقرنين فلفل مخلل حراقين كده، وبُصّوا بقى ألف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجة من الأكل الحلو دوّة، اصبروا ده إحنا الفيديو بتاعنا ما خلصش على كده، ده إحنا لسه عندنا مواهب، تمام، المهم أنا كنت عايزاكم تخشوا تشتركوا في القناة اللي أنا سايبة لكم اللينك بتاعها في أول تعليق، القناة جميلة جدًا ملخصات أفلام بس حلوة، خشوا بس كده إيه وهتعجبكم، تمام، المهم هنا بقى كنت بقى لازم بعد الأكلة دي نحبس كده ببراد شاي كده محترم، تمام، وإيه شاي مغلي بقى، بُصّوا شايفين الجمال والحلاوة، يا سلام بقى لو على الفحم ياه! أنا من عشاق شاي الفحم يا جماعة، المهم عايزاكم بقى تخشوا دلوقتي تقولوا لي مين بيحب شاي الفحم زيي، أنا من عشاق شاي الفحم يا جماعة، لو شربت 10 كوبايات في اليوم ما باشبعش منه، بجد بيبقى جميل أوي وبتحسي كده إن أنتِ بتشربي شاي صح، شاي العرب دوّة، قولوا لي بقى لو في حد متابعنا عرب والّا بيسمع الفيديو ده عرب، يسيب لي كومنت كده وأحلى تحية لأهل العرب كلّهم.
المهم كده الفيديو بتاعنا هيكون خلص، وده كان فيديو آخري يعني يعتبر مسائي مش صباحي. لو عايزين فيديوهات صباحية اكتبوا لي برضه في الكومنتات. فيديوهات صباحية اللي هي بنصحى نعمل لانش بوكس ونروح نودي كوكي الحضانة ونرجع نفطر مع بعض ونصلي ونعمل الروتين الصباحي كله. وأنا بصراحة باحسكم بتحبوا الروتين الصباحي أوي معايا في الفيديوهات. لو عجبكم الروتين الصباحي اكتبوا لي وأنا هاعمل لكم الروتين الصباحي كامل بكل بقى طقوسه وبُصّوا لانش بوكساته وحاجته وكله، كله، كله. المهم زي ما قُلت لِك ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لِك كل جديد. انزلي اشتركي من الزر الأحمر اللي تحت الفيديو ده على طول واعملي لي لايك عشان يوصل لِك كل جديد بننزّله. قناتنا حلوة وجميلة خفيفة، خشي خدي لفة فيها هتعجبِك أوي، أوي، أوي. فيها روتينات، فيها فيديوهات، فيها فلوجات، فيها كل حاجة هتعجبِك. دلوقتي أستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، مع